إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، وصراحة توحشنا الأخبار ديال التبندير. نعم متابعينا الكرام، هلاك ما لا يقل عن 5 عناصر من مرتزقة البوليزاريو وجرح عدد كبير من المرتزقة وتركوا لمصيرهم في المنطقة العازلة. وحتى هذه اللحظة متابعينا الكرام، مرتزقة البوليزاريو عاجزين عن الوصول إليهم. ودائما نقول هذا هو المصير ديال أي مرتزق يحاول الاقتراب من المنطقة العازلة التي أصبحت منطقة محرمة منذ 13 من نوفمبر 2020. ولدينا هنا متابعينا الكرام قائمة بأسماء الهالكين، عناصر مرتزقة البوليزاريو، والعدد مرشح للارتفاع. أنا أتوقع أن تكون الحصيلة على الأقل 10 قتلى من مرتزقة البوليزاريو في عملية التبندير التي نتحدث عنها اليوم. وهنا بعض الأسماء ديال الهالكين: الهالك المرتزق عبد الله السعد، الهالك المرتزق أحدية مصطفى، الهالك المرتزق السالك حمدي علي، الهالك المرتزق محمد مبارك أزعور، الهالك المرتزق عمار. هذه الأسماء متابعينا الكرام مؤكدة 100% للهالكين الذين قتلوا اليوم في المنطقة العازلة أثناء محاولتهم الاقتراب أو الدخول للمنطقة العازلة. وكما نقول دائما متابعينا الكرام، فإن أي شخص، أي مخلوق، كيفما كانت جنسيته، يكون جزائري من مرتزقة البوليزاريو، يكون موريتاني، يكون من سكان زحل ولا مريخي، لا يهمنا. أي شخص يدخل للمنطقة العازلة هو هدف متاح وهدف شرعي للقوات المسلحة الملكية المغربية. ومن هذا المنبر متابعينا الكرام دائما نوجه التحية الخالصة لجميع أفراد القوات المسلحة الملكية لقائمين بالواجب في الحزام الأمني، في الحدود، في البر، في الجو، في البحر كذلك، فتحية خالصة لهم. وأراكم مع المزيد من التفاصيل متابعينا الكرام، وفي قادم الساعات سوف تسرب أسماء أخرى ديال القتلى والصور ديالهم أيضا. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.